فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. بالصف الثاني الإعدادي، ويلا بينا مع الدرس الثاني مجموعة الأعداد الغير نسبية. تعلمنا يا شباب في أولى إعدادي إن الأعداد النسبية ينفع أكتبها على صورة بسط مقام. السنة دي تتعلم إن الغير نسبية ما ينفعش تكتب على صورة بسط مقام. الحاجات اللي ما تنفعش هم 3 حاجات فقط لا غير. أي حاجة دايما محبوسة تحت الجذر التربيعي، أي حاجة دايما محبوسة تحت الجذر التكعيبي، وكمان القيمة باي اللي هي 3.14 ولها قيمة 22/7. الحاجات اللي ملهاش جذور دي تعتبر أعداد نسبية. متعلمين إن الأعداد يا مستر بدأت بأعداد العد، وبعد كده طبيعية، وأكبر منها شوية صحيحة، وأخيرا أعداد نسبية تكتب على صورة بسط مقام، ودي خلاص اتعلمناها. أما الأعداد الغير نسبية فدول ما لهمش دعوة ببعض خالص. يعني لو قلت لك إن التقاطع بتاع النون والنون شرطة، إيه المشترك ما بينهم؟ هتقول لي فاي. طبعا الناس اللي مركزة عارفة إن الصفر ينتمي الأعداد الطبيعية، فهو أصلا موجود في الأعداد النسبية. تعالوا بينا نشوف بعض التمارين المهمة. في التمارين دي الراجل بيعلمني بيقول لي ضع علامة نون ولا نون شرطة. لو لقيت لها الجذر مش محبوسة تحت جذر فده نون، يعني 3 دي نون، 2/5 دي نون، جذر التربيعي ملهاش فدي نون شرطة، جذر تكعيبي لل27 برافو 3 فدي تبقى نون، الصفر تبع النون، جذر تكعيبي لل4 فدي نون شرطة. حد تاني يقول طب يا مستر ملهاش حل أسهل؟ ممكن تجيب الآلة بتاعتك واكتب جذر ال5، فهتلاقي الآلة تقول لك 2 وحتة. مادام في حتة تبقى دي نون شرطة من غير ما تفكر. طبعا الباي دي نون شرطة، 22/7 دي نون شرطة، 25% نون، جذر التربيعي لل16 هي 4 فطلعت من الجذر فدي نون، والباقي كله نون شرطة. الحاجات دي ليس لها جذور، تفضل دايما محبوسة تحت الجذر. بعدين بيقول لي اثبت ان جذر 3 ينحصر بين 1.7 و1.2. ينحصر بين دي من أمتع الأمثلة اللي ممكن تجيلك علشان درجته مضمونة. في الحل بتاعك هتقول إن 1.7 أصغر من جذر 3 أصغر من 1.8. مطلوب منك بس ربع اجذر، ربع كل الأطراف، هتلاقي 1.7 بقت 2.89 أصغر من، طبعا جذر 3 تربيع ب3 أصغر من 3.24. تيجي ترجع تاني تجذر، تاخد كل الجذور لكل دولة تلاقيها رجعت للأصل بتاعك. يعني أكنك بتكتب دي كمان مرة، 1.7 أصغر من جذر 3 أصغر من 1.8. أهم الأفكار اللي ممكن تقابلك في هذه الجزئية إن هو يقول لك يا ترى إيه العدد اللي محصور ما بين 3 وال4. كل المطلوب منك هتخلي دي جذر 9 ودي جذر 16 ودور على أي حاجة هنا. طبعا جذر 10 تنفع، جذر 11، جذر 15. أما الفكرة الأخيرة إن هو يقول لك يا ترى جذر 7 محصور بين مين ومين. تكتب جذر 7 للآلة، فالآلة أوتوماتيك هتقول لك إن جذر 7 ده 2 وحتة، يبقى جذر 7 ده محصور ما بين الاثنين وزود 1 برافو 3. لو انت فهمت المسألة شوف كده جذر 10 بين مين ومين؟ برافو، ده جذر 10 يا مستر لما اكتبه للآلة هيديني 3 وحتة، يبقى اللي قبله 3 واللي بعده برافو 4. وبكده يكون انتهى الدرس بكل الأفكار اللي موجودة فيه. أتمنى لو كنت فدتك ولا بجزء بسيط. كنا مع درس مجموعة الأعداد الغير نسبية اللي هي دايما محصورة تحت الجذر التربيعي والتكعيبي، أهمهم ينتمي ولا تنتمي. خلي بالك إن التقاطع بتاعهم في فاي. اثبت أن، وأخيرا إيه اللي قبل الجذر 10 أو بعد الجذر 7. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.